وش رايكم نشارك معاكم الوصفة تاع المولود اللي كنت حطيتها وقلتوا لي أمينة وشنو هذه، شاركينا معاكم الوصفة. هيا اليوم قلت بوركوا با نجي نشارك معاكم هاد الوصفة. رافقتها بالرز بالشعيرية وجات مانيفيك. الوغ تبعوا معايا كامل تفاصيل الوصفة. خديت طنجرة درت فيها قسم غرف كبير تاع لا مارغارين، زدت لها شوية برك تاع الزيت ورميت عليها كاس كامل تاع الفيرميسال وبقيت نقلب فيه هكذايا حتى ولا لي دوغي. بعد ما ولا لي دوغي رميت عليه 2 كيسان تاع رز يكون مفور او رز البسماتي. كنت غسلتهم مليح مليح حتى تنحالو النشا ديالو، قلبتهم هكذا كيما راكم تشوفوا مع بعض شويه، زدت لهم الملح ومرقتهم ب4 كيسان تاع الماء. هذاك الكاس تاع الفيرميسال سحق لي كاس تاع الماء و2 كيسان تاع الرز سحقوا لي 3 كيسان تاع الماء. خلطتهم هكا كامل مع بعض، درت النار متوسطة وخليته حتى طاب لي كامل ونشوف لي من الماء وجا مزربع الله الله عليه. هنايا راني بديت ديريكتومون باش ندير لكم الطبق الثاني. قطعت كما راكم تشوفوا قيس بصلة متوسطة، قطعتها كامل ودرتها شويه في المقله باش يتحمص لي مليح هذاك البصل. خديت هنا لي طرونش تاع لي زيسكالوب ولا لي زيسكالوب دو بولي ولا تاع لا دند كيما حبيتو على حسب خياركم. تاع لا دند يجو خير من تاع البولي، دونك الا كانوا متوفرين من المستحسن ديروهم. خبطتهم كامل بالحلال، درت ساشي من الفوق وخبطتهم يعني باش يولوا لي شويه رقاق. درت فروماج بلون في الوسط وروليتهم. من بعد رحت وين خلاص سكالوب غلقت بالكوردون، حطيتهم فوق هذاك البصل ديالي وخليتهم حتى تحمروا لي كامل وبديت نقلب فيهم بشويه. ردوا بالكم الكوردون تاعكم يتنحى. ما تنساوش تانيك ملاحظة أخرى، ما تنساوش تانيك تملحوا لي زيسكالوب ديالكم اللي يحب فلفل الكحل يديروا. درت هنايا علبة كاملة تاع لا كريم فريش وخليتهم يبقبقوا شوية مع بعض. حطيتهم في البلا بيركس تاعي تاع الفور، درت لهم شويه شيدار خداو لي تحميره دوغي وشابه، نحيته وزينته بالمعدنوس والطبق راهو جاهز. صدقوني هذا الطبق روعه روعه روعه، غير تجربوه وتقدروا ترفقوه مع لا بيوري ولا تقدروا ديروه مع لي فريت ولا مع الرز، اي حاجه يعني تقدروا ديروها معه. ماشي شرط يكون رز بالشعيريه، جاب بزاف بزاف بنين. خلوا لي تعليقاتكم الى عجبكم وما تنساوش تانيك تشتركوا في القناه تاعي. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير، نتلاقاو في فيديوهات اخرى ان شاء الله. مع السلامه.